جموع المواطنين تتزاحم هنا منذ الصباح الباكر. مركز توزيع البطاقات الانتخابية في النهروان جنوب بغداد يعيش اكتظاظا يوميا منذ لحظة فتح أبوابه لتسليم البطاقات البيومترية. ففي هذا المكان فقط يحصل يوميا أكثر من 200 مواطن على بطاقته. أما في عموم العراق فهناك أكثر من 1,300,000 شخص نالوا بطاقتهم الانتخابية. تواجد الموظفين يوميا لأوقات متأخرة، استلمنا أكثر من 5500 بطاقة تم توزيع فيها اليوم أكثر من 200 بطاقة. كما لدينا أعمال إضافية هي تدريب موظفي الاقتراع. أكثر من 2,000,000 بطاقة لم توزع لغاية الآن، وستبقى عملية التوزيع حتى يوم الاقتراع. فما يجري يوصف بالانسيابية العالية والدقة المتناهية، فأي مواطن حين يتسلم بطاقته يحصر رقم هوية الأحوال المدنية الخاص به ورقم بطاقته البيومترية ببرنامج إلكتروني ثم ورقي. سهولة السرعة في الشهر التاسع قدمناها، استلامها اليوم 13 أو 14 العفو 10 استلمناها. فقط تعطي اسمك ورقمك وتستلمها وانت واقف، ماكو أي تعب وتأخر. تسليم البطاقات الانتخابية يعد جزءا من سلسلة متطلبات الاستحقاق الدستوري، فالمفوضية وصلت إلى مراحلها النهائية لتبلغ نقطة تدريب موظفي الاقتراع والبالغ عددهم أكثر من 230,000 موظف. ملايين البطاقات تنتقل من المراكز إلى الأيدي لتتحول من مجرد وسيلة تعريفية إلى مفاتيح لمستقبل تصاغ ملامحه في صناديق الاقتراع. ومع كل بطاقة تسلم يقترب المشهد الانتخابي من اكتمال صورته التي ستنجلي يوم الانتخابات المقبلة المنظورة. شروق الغانم، بغداد، العراقية الإخبارية.